وقوله تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار. لا جرم قيل المعنى أي لا بد من أن لهم النار، هذا قول. وقيل إنه قسم من الله رب العالمين. وقيل لا جرم حقا لهم النار، حقت لهم النار جزاء وفاقا. وقال بعض أساطين اللغة إنه رد على أهل الكفر فيما قدروه. لا جرم أن لهم النار رد على أهل الكفر الذين كذبوا على الله رب العالمين وقالوا كما ذكر القرآن الكريم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ده كان قولهم هذا، وكأنهم علموا مصيرهم وحددوه وذكروا بأفواههم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. دي كارثة، والقرآن الكريم يرد عليهم، أي أن الله تبارك وتعالى يرد عليهم عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الله تبارك وتعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. يعني هل جاءكم عهد من الله عز وجل؟ هل جاءكم رسول من قبل الله وأعلمكم بأنكم إن دخلتم النار لن تمسكم إلا أياما معدودة كما تذكرون؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا جل في علاه. الله لا يخيس في وعده ولا ينقض عهده جل في علاه، لأنه هو القادر على كل شيء، يعني أمره بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا كان عندكم عهد من الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى حرم عليكم النار لن تمسكم إلا أياما معدودة كما تزعمون فهذا لكم. ولكن القرآن يكذب أقوالهم لأنهم كذبوا على الله رب العالمين. وكان من دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وكان يقول أسألك اللهم رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.